هو ليه معظم الانفلونسرز مش بيعرفوا يبيعوا للعميل؟ هل عشان الانفلونسر ده مش مؤثر فعلا، ولا علشان العميل اختار الشخص الغلط؟ تعالى نفصل اللعبه دي حته حته. الانفلونسر دايما بيحب يشتغل على اللايك والكومنت والشير والفيديو الحلو والريتش العالي اللي يبيع بيه، بس لما يجي بقى صاحب البيزنس يقول له انا عايز ROI او عايز كونفرجن، يقول لك ايه ده، هو انا ملزوم ابيع لك؟ انا هنا دوري اعمل لك بس براند اويرنس. وفي الحقيقه بقى هنا نكتشف ان الاثنين هم اللي غلطانين. الانفلونسر غلطان لان هو اصلا ما فهمش العميل بتاعه طبيعه الجمهور بتاعه ايه، ولا حتى القوه الشرائيه بتاعت الجمهور قد ايه، وكمان ممكن ما يكونش مدرك ان المحتوى بتاعه للترفيه بس مش للبيع. هو بس مفكر ان هو مجرد فيديو يعمل فيه شويه تمثيل وستوري لاين حلو وكده العميل هيبيع، واصلا موضوع الفيديوهات اللي فيها ستوريز دي انقرض من زمان. اما صاحب البيزنس بقى هو غلطان لانه ما حطش اكسبكتيشن واضحه من الاول، مفيش فانل مرتب، ولا عنده حد يدير التسويق فعلا ويقول له الانفلونسر ده ينفع ولا لا، ولا حتى يتكلم مع الانفلونسر يقول له انا متوقع منك كذا او ده KPI اللي احنا هنقيس عليه. فيقع في مشكله انه بيرمي فلوسه على حد هيشهره بس في نفس الوقت مش هيخليه يبيع، وده فرق ضخم جدا بين الانفلونسر اللي بيبيع والانفلونسر اللي بيشهرك. وفي الاخر الاعلان بيفشل وهيقول لك الانفلونسرز دول ما لهمش لازمه وكدابين، والانفلونسر هيقول لك العميل ده اصلا مش فاهم حاجه. والحقيقه اللي انت لازم تعرفها ان مش اي انفلونسر يعرف يبيع ولا اي بزنس اونر يعرف يقيس. انا حامد حافظ، ولو عايزني اساعدك في ان انت تختار افضل انفلونسر للبزنس بتاعك، او لو انت انفلونسر وعايز تعرف ازاي تبيع للعميل بتاعك، بعت لي مسج دلوقتي على الDM وهديك الاستراتيجي الصح اللي انت ممكن تشتغل بيها.